نادرا جدا ما يتم التعامل مع حدث آني لأيام متتالية، لكن الحدث بذاته نادر أيضا. ففي مؤسسة تربوية تجاهر بهويتها البارونية الكاثوليكية، أصر عدد من الطلاب المسلمين قيل إنهم من حزب الله على أداء الصلاة في باحة الحرم الجامعي. فهل تصرف الطلاب عصيان لقرار إدارة الجامعة التي رفضت إقامة مصلى في حرمها، أم أن في الأمر ما هو أبعد من ذلك؟ سؤال تداوله اللبنانيون ولا سيما أبناء منطقة الحدث بعبدة. المنظمات الشبابية في قوى 14 أذار التي شددت في مؤتمر صحفي عقدته على الوحدة الوطنية وعلى احترام الآخر، دعت جميع الطلاب في الثانويات والمعاهد والجامعات كافة إلى التوقف عن الدروس يوم الجمعة اعتبارا من الساعة 1 وحتى الساعة 2 من بعد الظهر، رفضا لمشاهد الاستقواء. ما لا نقبله في المقابل هو أسلوب تعامل بعض الأطراف السياسية التي تبتعد عن القيم الإنسانية لكل دين، محاولة إخضاع وتطويع خصوصيات الآخرين من خلال فرض وجهة نظرها بالقوة بنشوة مشبوهة تنم عن شعور بالانتفاخ في معالجة المسائل المطروحة، أكان في لبنان أو في الجامعة أو المدرسة أو مركز العمل، معتقدة أنها فوق القوانين والأنظمة والدساتير. الجامعة الأنطونية التي أصدرت بيانا صارما بعد ظهر الثلاثاء اكتفت الأربعاء بتأكيدها أن الأمور داخل حرمها عادت إلى طبيعتها وأن الدراسة تتواصل بشكل طبيعي. انتهت حادثة الجامعة الأنطونية ووصلت الرسالة إلى إدارة الجامعة التي ترفض التفاوض على ثوابتها، لكن المستغرب هو صمت حزب الله وعدم استنكاره العمل، التحدي الذي أصاب صرحا تربويا تربطه به علاقة وطيدة.